السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. لو أول مرة تشوفيني، معاكي أختكم مكارمة صاحبة قناة ماما وكوكي. يا ريت تشرفيني وتنوريني في القناة عشان يوصلك كل جديد. وصفاتنا سهلة وسريعة وبسيطة، خدي لفة في القناة هتعجبك أوي. زي ما انتوا شايفين 3 معالق سكر في كوباية مية، عليهم باكت خميرة فورية، وهنسيبهم على جنب يخمروا. تعالوا هنشوف هنعمل ايه النهاردة. هنعمل وصفة، بصوا، مش مكلفة خالص، سهلة خالص، بسيطة خالص، سريعة خالص. يعني بصوا وصفة شاملة. معايا بيضاية اهو زي ما انتوا شايفين، هديها ربة كده مع علبة زبادي. طبعا ما بانش وانا بفضي علبة الزبادي، بس معلش، عايزة تستغني عن البيضاية تحطي علبة الزبادي برضو مش هيزعل. معلقة بيكنج باودر، معلقة فانيليا عشان ريحة البيض اهو. بصوا كل حاجة واحدة واحدة. ربة برضو حلوة كده اهو. بص انا بربهم كل ده، لسه منزلتش بالدقيق. لو عندك عجين ممكن تشتغلي بيه، بس احنا برضو عندنا ايدينا هنشتغل بيها مية مية اهو. اتفضيت بقى حوالي كيلو الا ربع من الدقيق، لا ده كان كيلو، كيلو دقيق. وابتديت ان انا اشربه كده في الربة اللي انا عاملاها. بعد كده نزلت بكوباية الخميرة بتاعتي، بعد ما خمرت بقى واتأكدت ان الخميرة بتاعتي مية مية كده وناجحة. هبتدي بقى اقلبها زي ما انتوا شايفين، اشرب الدقيق المادة السائلة اللي انا فضيتها كلها، عشان ايه؟ ابتدي ان انا انزل بالمية بتاعتي واعجن فيه اهو. بصوا طبعا احنا ابتدينا ان احنا نشتغل في المعجنات، فلازم اعمل لكم الطريقة المكلفة او الطريقة الموفرة والطريقة الاقتصادية والطريقة اللي مش اقتصادية وكده. ففي طريقة اسهل من دي بكتير في القناة، عايزين ابعت لكم اللينك بتاعها هبعته. ماشي. معلقتين زيت. الطريقة بقى اللي اسهل من دي سهلة جدا ومش مكلفة خالص، فخشي اتفرجي عليها تعجبك. هنا كنت عجنت العجينة بتاعتي كويس، هسيبها ترتاح بقى وارجع لها كمان شوية. هنا كانت ارتاحت اهو. شايفين السرعة؟ شايفين احنا شاطرين ازاي؟ يعني العجينة اتعجنت خمرت على طول. المهم ما تنسونيش بلايك اشتراك في القناة لسه جديدة ان شاء الله تكبر بيكم وليكم. عايزين نكمل ال1000 بقى يا جماعة. المهم اهو. بصوا هبتدي بقى ان انا اقطع العجينة بتاعتي. الطريقة دي انا بعتمدها في العجين جدا، في التقطيع يعني، عن ايدي، لان دي بحسها بتحتفظ بالاختمار بتاع العجينة، ما بتخليش الاختمار بتاع العجينة يروح، يعني بيفضل ايه، محتفظة بيه. بعد كده قطعت العجين بتاعي زي ما انتوا شايفين اهوت كور، يعني ايه، اكبر قد البضاية واكبر واكبر واكبر، ايه، بحيث ان انا هعمل كذا شكل، فما احسش ان انا كل حتة عجينة لا هشيل منها حتة. انا قطعت بجميع الاحجام. اول بقى شكل معايا اللي هو، اما بقى في حته تشكيل العجينه ديت، فدي براحتك انت تشكلي الشكل اللي انت عايزاه، اللي انت حباه، اللي عاجبك. دي حاجه براحتك، عجينتنا تشتغل معانا في اي تشكيله. وبصوا اساسا العجينه كده كانت طريه انا كنت مبسوطه وانا شغاله فيها، مع ان يعني كان اليوم ده عندي ضيوف، تمام، وقاعدين يقولوا لي خلصي عايزين نقعد مع بعض والكلام ده. بس لا، انا كنت حابه ان انا اشتغل في العجينه دي طريه، مش عايزه انجز، عايزه اشكلها بتشكيلات حلوه، لان هي كانت عجينة. وكان جنبي بقى زي ما انتوا شايفين كده في الخيال، يمكن كوكي كانت واخده حته عجينه كده وبتلعب بيها اهو. بصوا على فكره الشكل ده لما يختمر هيبقى شكله حلو قوي، هتحسي ان هي شكل ورده كده. عندي الاطفال اللي كانت موجوده كانوا فرحانين بيها قوي اكتر من اي حاجه تانية يعني اهو زي ما انتوا شايفين كده. بصوا خلصت اول صينيه معانا يعني. تاني بقى شكل برضو ده عندي الكبار بيحبوه، يعني انا عندي مامتي واختي وكده بيحبوا الشكل ده، تمام، اللي هو تبقى محشيه سكر من جوه ومضغوطه ومرشوش سكر من الوش، تمام. وللعلم على فكره انا ما رشيتش على الوش عندي اي حاجه، ولا صفار بيض ولا ميه بسكر ولا اي حاجه. عجينتي من حلاوتها اخدت لون لوحدها. بصوا هنا بقى ببل ايدي ميه كده وامسح وش العجينه دي بالزيت، يعني الشكل ده، ومضغطاه كده بالسكر، طعمه بيبقى تحفه، جربيه. وعلى فكرة ما بيبقاش مسكر قوي زي ما في دماغك، لا، نسبة السكر اللي بتبقى فيه بتبقى مظبوطة جدا جدا. طبعا كنت دخلت الصاج التاني الفرن عشان خاطر، بصوا بقى بعد ما اختمر ودخل الفرن، رشة مية بقى كده وهزقه في الفرن تاني، بس رشة المية دي عشان ياخد معايا طراوة، احس ان هو طري وهش كده، مش مكبوس ولا مكتوم ولا الكلام ده خالص، ولا حتى ناشف لدرجة ان الاطفال متعرفش تاكله. بصوا بقى جماله، كان عاجبني اوي الشكل دوت يعني. بصوا الوردة بتاعتي اهيت حلوة جميلة ازاي.
تمام. دوت بقى عملت لهم برضو كام شكل كده زي ايه العيش الفينو اللي هو الصغير. وهنا اهوت ده الشكل اللي هو بتاع السكر. وبصوا بقى بعد ما اكلي طلع من الفرن، شايفين الجمال؟ شايفين قطنيه وهشه ازاي من جوه؟ بصوا بصوا شايفين دي حلوه ازاي؟ يعني الاكله كلها بصراحه او الوصفه كلها كانت جامده. دي زي ما تكوني حاشيها ملبن كده. المهم بالهنا والشفا. اليوم طبعا الكميه كانت ضعف مرتين، بس انتوا فاهمين لما بتعملي حاجه زي دي الاطفال. الف هنا وشفا. استودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامه.